ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم وصفه حلوه قوي. وصفه الحل البارد. طبعا احنا في الحر دوت ولا عايزين بقى فرهدة فرن ولا الكلام ده. حاجه حلوه سريعه بتتعمل على طول. يلا بينا على الطريقه. دولت 3 معالق دقيق كبار. عليهم معلقتين كبار نشا. وعليهم كمان معلقتين كبار كاكاو، ممكن نخليهم 3 لو حاسين اللون فاتح شويه. وطبعا لازم فانيليا عشان تديلنا ريحة كده جميلة للخليط دوت. ده كله لسه على البارد طبعا. هنزل عليهم بقى باللبن. دول 3 كوبايات لبن كبار، ممكن نخليهم كوبايتين لبن مثلا على كوباية مية حسب المتاح عندنا. هنقلبهم بس تقليبة الأول على البارد عشان نطمن إن كله اختلط كده عشان ما يعملش تكتلات وهو على النار. هنرفع بقى الكلام ده كله على النار. أنا نسيت أحط السكر. فاحنا هنحط مثلا 5 6 معالق سكر، وطبعا السكر حسب الذوق. انا حسيت ان لونه فاتح فحطيت معلقه شوكولاته كبيره. ودي ترجع لكم برضو. خلاص كده بمجرد ما تقل وبقى معانا جميل هنحط بقى البسكويت. ده بسكويت بالشوكولاته واي نوع بسكويت عندنا، بس لو بالشوكولاته هيكون افضل عشان يبقى الوصفه كلها كده ايه جميله. وممكن نعمل طبقه كيك، يعني طبقه كيك رفيع كده. هنرص اول طبقة بسكويت. طبعا الصينية لو مرتفعة شوية عشان لو هنعمل كذا طبقة يبقى ايه ظريفة كده وحلوة. احنا هنحط الخليط وهو سخن عادي، مش هنستنى اما يبرد ولا حاجة، بحيث ان هو يطري لي البسكوتة. انا مش هسقيها في اللبن ولا حاجة يعني. هحط بقى كبشتين او 3 كده، واحاول افردهم بالراحة. القوام بتاعه جميل جدا، بتاع البودنج بتاع الشوكولاتة ده. وريحته جميلة، الفانيليا طبعا مخليه ريحته جميلة. انا محطتش زبدة فيه ولا اي حاجة. الخليط كله اقتصادي. هعمل بقى الطبقة التانية برضو احط عليها الشوكولاتة وافردها. وهعمل بقى دي اخر طبقة معايا. طبعا الطبقات حسب المتوفر عندكم، ولو كده ممكن نقلل حجم الصينية. هحط بقى كده اخر حاجة في البودنج بتاعي او المهلبية بتاعتي. بس هافردها بقى بالراحة كده بحيث ان هي تغطيها، واحطها بقى في التلاجة. انا الصراحة حطيتها لتاني يوم الصبح، بس عادي ممكن تتحط ساعة ساعتين في التلاجة عادي. معايا بقى كيس كريم شانتيه. هضربه بحيث ان هو ده اللي هيتحط على الوش معايا. وده لبن ساقع. يعني ايه ننزل بالراحة بحيث ان هو القوام يبقى زي ما احنا عايزين. لو نزلنا بالكوباية كلها ممكن يخف مرة واحدة. فنحط واحدة واحدة كده ونطمن ان القوام في ايدينا. هنضربه بقى ضربا مبرحا. كده بقى قوامه جميل قوي. تمام. هجيب بقى صينية الحلة بتاعتي، واحط بقى عليها طبقة الكريم شانتيه. انا هنزل بيها كلها، بس انا هنزل باول طبقة كده ايه اطمن ان مفيش شوكولاتة تيجي معايا على الوش. هكمل بقى الكمية واحاول اسويها بقى كده بالراحة. الحلويات الباردة دي بتبقى جميلة في الصيف، هي فعلا عايزة الصيف، عايزة الحر اللي احنا فيه ده. حاجات سهلة كده وسريعة. بس هنسويه بقى بالراحة. هو بعد الكريم شانتيه ممكن بقى يتقدم. انا هسيبه بس 10 دقايق كده في التلاجة اطمن ان هو تماسك. انا عندي بقى بسكويت الويفر ده. طبعا الزينة اللي في الاخر ديت اي حاجة ترجع لكم يعني. فرفدته كده او كسرته بالراحة يعني. هو بيدوب بس يعني على طول. هقسم بقى الحلب البارد بتاعي. جميل ورائع، اتمنى بجد تجربوه. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتعملوا لي لايك. ويا ريت تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبألف هنا وشفا.